السلام عليكم، شلونكم شباب اليوم ويانا طريقة كيفية حذف بقايا البرنامج، ملفات البرنامج اللي نحذفها من الكنترول بانل. تبقى إلى ملفات موجودة بالريجستري. كيفية حذفها من الريجستري الطريقة شباب، أول شي نروح للرن. البعض ما يعرف كيفية إظهار الرن بصورة مباشرة. انقر على زر ويندوز ومن ثم حرف القاف بالعربية اللي معاه في نفس الزر حرف ار بالانجليزي. راح اظهر لكم الكيبورد على سطح المكتب وارويكم شلون نظهر الران. هذا هو الويندوز، زر الويندوز ننقر عليه مع حرف القاف ظهر عندي. هذا هو. نجي شباب نكتب المفتاح اللي هو REGEDIT. ننقر اوكي. راح يطلب من عندنا مثل التنصيب. ننطي يس. لما ننطي يس راح تفتح عندنا، راح ما تظهر عندك انت هذه الصفحة، انا فاتحها قبل. راح تظهر عندك هذه، تظهر عندك هذا. هسه انا راح الغي الكيبورد، راح تظهر عندك هذه الصفحة. انت نفرض حذفت من عند من كنترول بانل، حذفت من نفرض مثلا متصفح جوجل كروم. راح تبقى عندك ملفات وين بالريجستري. لما تظهر عندك هذه الصفحة نجي على ثاني وحدة اللي هي هاي. هيك انا ما قايل لكم اكثر من مره انجليزيتي ضعيفه. المهم ثاني تجي تفتحها، نروح على سيستم. هذه هي سيستم ننقر عليها. العفو، نروح على سوفت وير. نفتح سوفت وير، نروح ندور هنا، نجي ندور وين موجوده جوجل. كلمه جوجل ندورها وننطيها، نصير عليها خيارات ومن ثم حذف. مثلا هاي جوجل تنقر عليها، تنطيها خيارات ومن ثم تنطيها ديليت. هيجي. وتحياتي، يكون معاكم أخوكم سيف الإسلام العقابي، في أمان الله.